يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. طبعا كلنا زهقنا من الصلصة وزهقنا من الرز وزهقنا من المحشي وزهقنا من كل حاجة، فهنعمل النهاردة شوية مكرونة كده بصوص البصل واللحمة، حاجة خطيرة. ومش هنسلق اللحمة لوحدها ولا أي حاجة، كله هيتعمل في نفس الطاسة الجميلة دي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة نجيب الطاسة بتاعتنا وهننزل فيها بشوية زيت أو سمنة أو زبدة حسب المتواجد عندك أو بتحبيه. هتنزلي باللحمة بتاعتنا. بصوا بقى، اللحمة لازم تنزليها على زيت سخن او سمنة سخنة عشان لازم تتصدم، عشان طبعا يتقفل المسام بتاعتها ولا عصارة تفضل جواها وتفضل كده طرية وجوسي وطعمها حلو. اول ما تاخد لون من تحت هنقلبها الناحية التانية زي الفل. كل سنة وانتم طيبين. انا عارفة ان انا نزلت الفيديوهات متأخرة بس كان عندي ظروف، فكل سنة وانتم طيبين بقى. بعد كده هناخد برضو الصدمة من الناحية التانية وهنشيلها من على النار. تمام كده تمام. هناخد اللحمة وهنطلعها في طبق خارجي كده وهنشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، تكوني محضرة بس نمشي مع الصورة. بصل كتير بكمية حلوة كده اهو، يعني مثلا 3 بصلات كبار حلوين كده، فصين توم مقطعينهم نص، مش هنعمل اي حاجة تاني، وشوية جزر مبشورين، وطماطم برضو مش كتير، يعني ايه، يعني ممكن تقولي طماطمتين كده ولا حاجة، وفلفل الوان احمر واخضر واصفر، وعندي حبهان صحيح. وكل ده هتشوفوا هنعمل ايه مع بعض بطريقة حلوة قوي. فلفل اسمر وشوية بابريكا، وكمان نزلنا بشوية بهارات لحمة بسيطة وشوية كاري بيدوا طعم خطير للأكلة بتاعتنا. بعد كده هتنزلي باللحمة بتاعتنا تاني. هنعمل ايه؟ هنغطي عليها بنفس الخلطة اللي احنا عملناها دلوقتي، برضو بنفس الطريقة، بصل وبهارات والفلفل وكل حاجة حطيناها تحت هنحطها فوقيها. تمام. البصل مقطع جوليان زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعد كده هننزل برضو بالجزر والفلفل الالوان وطماطمتين مقطعين كده صغير اهو زي الفل. وبرضو بفص توم تاني. تمام، فص توم مقطعينه بس بالنص. حلو كده حلو كده. ونفس البهارات اللي حطيناها هنحطها دلوقتي، فلفل وشوية بابريكا. طبعا احنا مش هنحط دلوقتي ملح خالص عشان الملح بيعطل سوى اللحمة شوية. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ كوباية مية سخنة واحدة بس. تمام. هنحط عليها معلقتين من الصلصة صغيرين او 3 براحتك خالص، وهتقلبيها تقليبة حلوة. تمام كده تمام. وهتنزلي بالخلطة دي على اللحمة بتاعتنا. هتقولي كمية المية صغيرة؟ لا مش صغيرة خالص، لان لسه الخضار بتاعنا لما هنكمره كويس. طبعا كنت نسيت احط فصين التوم فحطيتهم. هنحط ورق زبدة وهنحط عليها ورقة الفويل. طبعا لما تكمري الخضار كويس البخار بقى هيبتدي يشتغل مع الخضار فهينزل ميته، فهتستوي في ميتها. يعني اللحمة هتنزل ميتها والخضار هينزل ميته، ما بالك بقى بطعم اللحمة هيبقى يكون عامل ازاي. تحفة يا جماعة. هنكمرها كويس وهنحطها على النار، على نار هادية كده لغاية لما تستوي مع نفسها. استوت زي ما انتم شايفين كده، اللحمة بقت زي الفل. هنشيل دلوقتي ايه بقى عشان نمشي بس مع الصورة. هنشيل اللحمة زي ما انتم شايفين كده كلها، الكمية اللي انت حطاها حسب طبعا عدد الأسرة بتاعتك. هنشيل اللحمة وده بقى هنضربه في الخلاط او بالهاند بلندر. تمام. انا ضربته طبعا في الخلاط كسرعة يعني. وهنحطه على النار وبعد كده هننزل بقى بالملح بتاعنا. هنتبل بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة دي. هنحط الملح وهنقلب كويس جدا. طبعا احنا كنا حاطين البهارات كلها قبل كده، فهنحط بس الملح. وبعد كده هننزل اللحمة فيها تاني تاخد وتدي بقى مع الخضار بتاعنا ده وهو مطحون، بيدي طعم حلو جدا للحمة بتاعتنا. طيب طبعا تكوني محضرة اي نوع مكرونة انت بتحبيه، اقلام سباجيتي صغيرة، الخواتم اللي هي الهلالية، براحتك خالص، بينفع معاها اي نوع مكرونة. طبعا زي ما انتم شايفين كده خلاص تمام زي الفل وخدت اللون الحلو. هننزل بالمكرونة بتاعتنا المسلوقة 3/4 سوا. يا ريت ما تسويش المكرونة قوي، لان المكرونة لو سويتيها قوي بتعجن وبتبقى مش ظريفة خالص. هنقلبها وهنقدمها في السيرفيس بتاعنا، وهتنزلي عليها بشوية من البقدونس كنوع من انواع كده التزيين الحلو كده واللي يفتح النفس. وتدوقي بقى احلى مكرونه بصوص البصل واللحمه، حاجه خطيره يا جماعه. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبك ونال رضاكي واكون خفيفه على قلبكم.
طبعا ولو كنت خفيفه على قلوبكم والفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ورمضان كريم عليكم يا رب. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. اوعي تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. حفظ الله ورعايته. مع السلامه.